السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، هنعمل بقى وصفة جامدة قوي ومفيش حد ما بيحبش القرنبيط. زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا شايفين الشكل عامل ازاي، وكان طعمه تحفة وجميل جدا. بس ابني الصغير بصراحة رفض ياكله، ما حبهوش. بس جميل قوي قوي قوي، وكان طعمه جميل وكان سهل قوي، واسرع اكل ممكن تعمليها في الايام اللي احنا فيها دي، وارخص اكل يعني. بصوا بقى يا جماعة، زي ما انتم ما شايفين كده، عملنا جنبه سلطة خضراء. حابة تعملي سلطة خضراء اعملي، حابة تعملي بدنجان مخلل، تحطي ترشي، اللي انت حباه. المهم ان انت جربي الوصفة بتاعتي دي، هتعجبك. طبعا لو وصلت لحد هنا وما دوستيش لايك، دوسي لايك، واشتركي في القناة، ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا معلش الكاميرا قفلت معايا، فصلت وانا بسلق القرنبيط. تمام. هنا بقى كنا هنحضر بقى نعمل ايه الخلطة بتاعته. هنا نص معلقة هريسة شطة. تمام. زي ما انتم ما شايفين كده. وهنحط التوم دوت، كام فص توم كده. وهنحط الطماطم. وهنحط واحدة مرقة دجاج، بيخليه طعمه مسكر جدا وجميل قوي قوي. ما تنسونيش بقى في لايك ودعوة حلوة كده من قلبكم. هنحط بص بقى الطماطم بتاعتنا ديت. الطبق الازرق الصغنن اللي هناك دوت، كنت حاطه فيه دقيق، وحاطه 3 معالق نشا. النشا عشان خاطر يخليه مقرمش وما يبقاش طري وما يبقاش شارب زيت. تمام. طبعا ضربنا الخلطه اللي انا وريتها لكم ديت في الكبه. بصوا، زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا لو وصلت لحد هنا ما تبخليش عليا في لايك. انا عملته ببيضتين اتنين بس، طبعا بقى في بيحطوا بقى 6 بيضات و7 بيضات و10 بيضات. لا يا جماعة، جربوا ببيضتين اتنين بس، هيطلع معاكم زي السكر. بصوا هنا حطيت شوية ملح، وشوية كمون، وشوية بابريكا، وفلفل اسود، وشوية بهارات. تمام. وهنقلب بقى كل المكونات مع بعضينا. طبعا لو احتاج ملح هتحققي على قد الحياء اللي انتي حباه، الحدق بتاعه. هنا انا بشاور لكم، حطيت الاتنين على بعض، اللي هي النشا والدقيق. النشا عشان خاطر ما يشربش مي زيت معانا، معلش اسفة، ويخليه مقرمش شوية. تمام، ما يبقاش طري كده. هنا بقى هنحط الخضرة بتاعتنا. طبعا كان محتاج ملح، حطيت. هنا بقى نحط بقى ايه الخضرة بتاعتنا، وهنحط معلقة بيكنج باودر، بيخليه يعني نافش كده وجميل جدا، وبيبقى طعمه حلو. ما بيبقاش يعني ما بتحسوش ان هو مكتوم كده، لا بيبقى جميل قوي بصراحة. الخلطة دي لو جربتيها مش قادرة اوصفلك قد ايه طعمها تحفة. هنا بقى كان معانا بقدونس، حطينا بقى الكمية المحترمة دي، زي ما انتم ما شايفين كده، وقلبوا بقى كويس. ودي كان وصفة اليوم بتاعتنا، ويا رب وصفة اليوم النهاردة تعجبكم. ما تنسونيش في لايك ودعوة حلوة كده من قلبكم. تمام. بصوا احنا كده قلبناه كويس قوي، وبصوا السمك بتاع الخليط كده كويس معانا. قطعي بقى القرنبيط التقطيع اللي انت حباها تكون كبيرة شوية، مفيش مشكلة. حباها صغيرة كده، بيكون احلى واطعم. تمام. بصوا بقى، هنقطع بقى الكمية دي كده معانا. انا لما سلقته، عشان تبقوا عارفين، انا استنيت لما المية غليت وحطيت فيها ملح وكمون، وخلاص على كده. هنولع بقى على الزيت. اول لما الزيت يبدأ يسخن معانا، هننزل بقى القرنبيط القمر دوت في الخليط، وهناخد واحدة واحدة وهننزلها ايه في الزيت بتاعنا. تمام. لحد لما ياخد لون من تحت كده، وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلبه. طبعا زي ما انتم ما شايفين. لو حابة تعملي بطاطس ببيض جنبه، اسلقي بطاطس وحطيها في الخلطة دي، هتبقى جميلة قوي. بس انا بصراحة انا عملت بطاطس محمرة لابني الصغير. تمام. بصوا، زي ما انتم ما شايفين، كان جميل حلو قوي، وما كانش شارب زيت، وكان مقرمش معانا. طبعا ما تنسنيش في لايك ودعوة حلوة كده من قلبك. بصوا،
طبعا مش قادره اوصف لكم بقى الريحه بتاعته كانت عامله ازاي، ولا كان طعمه عامل ازاي. كان طعمه تحفه، وبالذات لو جربتوه حطيتوا عليه كاتشب ومايونيز، طعمه تحفه يا جماعه. وتاكلوا بقى معاه جرجير، حاجه كده قمر. طبعا اللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتدوس على كلمه الكل عشان يوصلها كل جديد بنزله. ده كان الوصفه بتاعتنا، يا رب فيديو النهارده يعجبكم. بصوا طبعا احنا طلعنا بقى ايه الشوية دولت، وحبيت ان انا اوريكم ايه عامل ازاي. بصوا مش شارب زيت طبعا، بصوا، ومقرمش معايا جدا، مش طري ولا شارب زيت زي ما انتم ما شايفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.